أنا سكة ودغري أول تعليق من أم جاسر بعد وقف مسلسل روح أوف. ردت البلوجر أم جاسر على نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بعد قراره بإيقاف تصوير ومنع عرض مسلسل روح أوف بسبب تواجدها ضمن أبطال المسلسل. وظهرت أم جاسر في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على فيسبوك قالت فيه: يعني أنا أروح أصور إعلانات رمضان وأرجع ألاقي النقابة والصحف مانعين ظهوري في مسلسلات رمضان وأنا أصلا ما شاركتش السنة دي. أنا مستنية السنة الجاية، أنا سكة ودغري، تمنعوني ليه وأنا مش موجودة؟ اصبروا لما أمثل وبعدين قولوا أنفع ولا لأ. كما وجهت رسالة لأشرف زكي نقيب الممثلين بخصوص إيقاف المسلسل قائلة: مفيش مسلسل نزلت صورته، دي مجرد آراء بناخد رأي حضرتك، هتقول يبقى أمين، هتقول لأ يبقى لأ، وإن شاء الله السنة الجاية همثل. وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية مساء أمس إيقاف مسلسل روح أوف للمنتج بلال صبري بشكل نهائي ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضاني 2026، وذلك لمخالفته الصريحة لتعليمات وقرارات النقابة. وأكدت النقابة ببيان رسمي أن قرار الإيقاف جاء بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير للمنتج بلال صبري بضرورة الالتزام بلوائح النقابة وقوانين المنظمة العمل الفني، إلا أن استمرار المخرج في تجاوز تلك التعليمات ومخالفتها. وأوضحت النقابة أن آخر تلك المخالفات تمثلت في ظهور المنتج بلال صبري مقطع فيديو متداول يجمعه بالبلوجر أم جاسر أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصالح القانوني اللازم. وشددت نقابة المهن التمثيلية على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القوانين، مؤكدة أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها تأتي على رأس أولوياتها، وأن أي عمل فني لا يلتزم بالضوابط المعمول بها سيقابل بإجراءات حاسمة. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن قرار إيقاف مسلسل روح أوف نهائي ولا رجعة فيه، التزاما بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام قواعد العمل داخل الوسط الفني.